البسبوسة الجميلة النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وممتازة جدا وناجحة جدا. عندي هنا كوبايتين حليب، نص كوباية من السكر، وكمان كوباية إلا ربع خليط من السمنة العادية على السمنة البلدي ما شاء الله. هحطهم عندي على البوتاجاز يسخن معايا والسمنة تسيح معايا، وبعد كده نجهز الخطوة اللي بعد كده. بجيب بولة عندي أحط فيها كوبايتين ونص من دقيق البسبوسة، مقدارهم ده نص كيلو بسبوسة دقيق ما شاء الله. ادي واروح حاطه ايه بقى 2 باكت من الفانيليا، وكمان ذره من الملح ما شاء الله. تحطي بقى معلقه كبيره من البيكنج باودر، بس انا حطيت طبعا كيك شيف لان مش موجوده عندي البيكنج باودر العادي ما شاء الله. اقلب بقى كل المكونات الجافه معايا كده، وانزل بقى ايه بالخليط السخن معايا ما شاء الله. ما اقولكوش بقى على ريحته، حاجه خطيره جدا، وريحتها ايه عامله قلبان عندي ما شاء الله. بنزل بقى بخليط البسبوسة مع صينية كده مدهونة بسمنة ما شاء الله. أظبط الصينية معايا كده اللهم بارك، واروح مدخلاها عندي الفرن على درجة حرارة 180 ما شاء الله. هنا بقى خطوة العسل معايا، كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، ممكن بقى رشة من الفانيليا أو ليمون ما شاء الله. العسل لازم يكون سخن معاكي، أول ما بتطلع البسبوسة تسقيها بالعسل السخن بتبقى جميلة جدا، وبعد 5 دقايق العسل بقى بيتشرب جواها كده، بتبقى حاجة سهلة وطعمها خفيف جدا وسكرها مظبوط جدا يا جماعة ما شاء الله. ادي اقطع بقى كده واطلع كده بقى، شايفين حضراتكم متماسكة ازاي ومش بتتهري مني ما شاء الله. شايفين دايبة ازاي اللهم بارك، حاجة سهلة وبسيطة. اتمنى حضراتكم تجربوها، مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.